يعني احنا بنطالب من كل واحد بس قدام بيته الشارع ده، اللي عامل النظافة كتر الله ألف خيره يشيل وينظف الشوارع، ولكن احنا نكب من السطح والكل إنسان على الطابق بتاعه ينظف ويلمع وينزل، ينظف يلمع وينزل لتوصل لباب العمارة. اهو كل واحد بينظف قدامه، كل واحد، والمحلات والسوبر ماركات ومحلات الملابس امال، والناس اللي هي ماشية. نطالب الجمهور بعدم الكب بالشارع، نطالب الجمهور يا سيدي كل واحد يخلي معاه كيس بجيبته، عايز يكب حاجة يخليها بالجيبة بالشنطة. انا دلوقتي لما باكل حاجة بالشارع ما بكبهاش بالشارع، معايا كيس نايلون بحط جواه الحاجات، ومعايا الشنطة الكبيرة بتاعتي برمي جواها، يعني بحط جواها الكيس عبال ما اوصل الاقي حاوية زبالة برمي فيها. ده انا لو اكلت موزة او قشرة تفاح او باقي يعني كده. فيا سيدي الحمد لله، ربنا يهدي الشعب ويعطيهم الصحة والعافية. يعني احنا بنطالب من كل واحد بس قدام بيته الشارع ده، اللي عامل النظافة كتر الله ألف خيره يشيل وينظف الشوارع، ولكن احنا نكب من السطح والكل إنسان على الطابق بتاعه ينظف ويلمع وينزل، ينظف يلمع وينزل. حاجه يعني جمال فعلا حقيقي. اتفضل يا استاذ عادل. لا كملي كلمة، كملي. استاذ عادل طبعا حكى لنا وبيحكي لنا عن تاريخ المحموديه، وهو بيوصف من مدينه السحر والجمال عند جزيره الفوال من اجمل المناطق الموجوده بالمحموديه، اللي بتمنى ان هي فعلا تكون منتجع سياحي ريفي، هتكون رائعه جدا وعلى الطريق النيل حاجه يعني سحر وخيال. ام هناء ايوه. انت من اهل الجزيره؟ انا من المحموديه ومتجوزه في الجزيره. يعني انت بقالك قد ايه في الجزيره؟ الكبيره بتاعتي عندها 52 سنه. ربنا يديك العمر كله، يعني انت حضرت الجزيره من اولها. احنا دلوقتي في المحموديه في فرع النيل الرئيسي، ومعانا طبعا بنرحب طبعا بجريده البحيره اليوم وبقناه ابن البلد، المصور بتاعي الجميل احنا بنشربها. على فكره احنا كنا بنقعد هنا زمان من الصبح، كنا ساعات بنعمل شاي من قلب الميه هنا، انضف ميه، ناخدوا ميه من غير ما نكررها، ناخدوا الميه ونشرب منها شاي ميه عليها. يعني انا دلوقتي ممكن انضف حته واشرب منها. لا